السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة النهاردة. بسجل النهاردة في دخول سنة 2026. ربنا سبحانه وتعالى يجعل سنة خير عليكم يا رب. وفي شوية كده تفاصيل حابب أتكلم فيها معاكم. الأول حابب أقول لكم كل سنة وأنتم طيبين. آه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة النهاردة في دخول سنة 2026. كل سنة وأنتم طيبين. ربنا سبحانه وتعالى يجعله عليكم سنة سعيدة، وتحققوا فيها كل اللي انتوا بتتمنوه، ويعوضكم يا رب عن السنة القديمة. يمكن في حاجات كده عايز اتكلم فيها في السنة الجديدة والمفروض الحاجات اللي احنا المفروض نعملها. انا عارف انه موضوع التغيير صعب، وموضوع تغيير اي عادة صعب، وموضوع الالتزام نفسه صعب. ان انت تلتزم بحاجة وتحققها امر صعب جدا. ولكن هنا مكاسب 2000 ان شاء الله 2026. لازم تعرف انه اي عادة انت كنت بتعملها السنين اللي فاتت تغييرها مش سهل. والله بجد، يعني تغيير اي عادة مش سهل يا جماعة. يعني انت كده بتتخيل وبتحلم ان انت هتغير، وان انت هتنفذ، وان انت هتعمل وكل الكلام ده، وتشوف ان السنة مشيت زي الهوا زي كل سنة، وبتقول انا ما عملتش حاجة. نفس السنة الجديدة، نفس السنة القديمة، نفس اللي قبلها، نفس اللي قبلها. ولكن هنا انا عايز اقول لك على حاجة، يعني من اخ لاخوه، ومن اخ لاخته. التغيير مش بزرار على فكرة. يعني لازم تعرف انه التغيير مش هتدوس زرار كده لعادات قديمة انت كنت بتعملها، وفجأة من يوم وليلة من اول شهر واحد هتدخل فيه هتبتدي انك تتغير. لا، الموضوع محتاج برضو منك جهد، ومحتاج منك صبر. وانا بقول لنفس الحتة دي، محتاج مني صبر، ومحتاج منك عزيمة، ومحتاج منك إرادة، ومحتاج منك الإتمام أي شيء أنت بتعمله. لأن أنا سمعت معلومة كده يقول لك الإتمام جزء من الإتقان. كتير مننا احنا بنبدأ إنه أنا عاوز أبدأ مثلا، ودايما أنا بحط مثال يعني نفسي، يعني حضراتكم، لأنه أنا بجد شخص ما بحبش أقول كلام بعكس اللي أنا بعمله. ولكن أنا عندي مشكلة في حتة الإتمام. أنا ممكن أكون بتقن الشيء إلى حد ما، ولكن عندي مشكلة في الإتمام. وكان بي بعاني جدا من حتة تحضير الفيديو وحتة السلسلة أو كل الكلام ده، وابتدي فيها وما كملهاش. انت برضو في حياتك كده، في حياتك كده لما تبتدي ان انت تغير في نفسك، بتبتدي ان انت مثلا تشتغل على حاجة معينة. هو التغيير ده يا جماعة مش من يوم وليلة، عشان تبقى فاهم. مش زرار زي ما قلت لك هتدوسه وهتغيره. انا اديك نصيحة في دخول سنة 2026، والله العظيم هتدعي لي وللبنات برضو. لو شايف انه في شخص في حياتك يا سيدي، خلك، الفريند بتاعك، البست، مش عارف ايه كل الكلام ده، الجايز على حسب ما انت بتسميه، شايف ان هو بيبعدك عن طريق الحق، بيبعدك عن طريق ربنا، بيبعدك عن الاساسيات بتاعتك والحاجات اللي انت المفروض بتشتغلها عشان خاطر تحقق نفسك وتشتغل على نفسك، وشايف انه الشخص ده بيبعدك. انا بقول لك قولا واحدا: اوعى، اوعى تمشي بمشاعرك. اكتر حاجة بترهقنا احنا كشباب والبنات برضو، انه انت تصاحب ناس، انا سوري في الكلمة، فشلة. ودايما احنا بنقول الصاحب ساحب. انا دي بشوفها حاجة عظيمة جدا، حاجة عظيمة جدا. تخيل ان انت كل يوم بتطلع مع شخص ما عندوش اي هدف، ما عندوش اي تفكير. بتطلع معاه، بتقعد على القهوة، بتقعد على الكافيه، بيقعد يقول لك بص فلانة، بص كذا، بص كذا، بص كذا، بص كذا. تخيل انت بتصاحبه، مش هقول لك يا سيدي 30 40 سنة، تخيل انت بتصاحبه سنة واحدة، والشخص ده النمط بتاعه واحد: بيصحى من النوم، بيمسك الموبايل، بيكلم بنات، بيعمل مش عارف ايه كل الكلام ده، وانت مصاحبه. اوعى تقول لي، اوعى تقول لي انه
هو شخص طيب يا جماعة، بالله عليكم بالله عليكم اوعى تمشي بالحتة دي. لا هو والله كويس، هو طيب والله وقلبه ابيض وقلبه صافي، بس ما هو هيوديك في داهية. يعني بدون مجاملة، هتخش سنة 2026 ومعاك الأصحاب دول، هتبقى زيهم وهتبقى أكتر منهم، وهتشوف الناس التانيين سبقوك. فدي أول حاجة تبتدي تغيرها وتبتدي تغيريها، إنه أنت تغير من الأصحاب السيئين. أنا بشوف إنه لو أنت غيرت الدايرة دي، كل حاجة هتتغير معاك تماما في السنة اللي جاية. وزي ما قلت لك، التغيير اللي أنت هتبتدي بيه مش هيبدأ من يوم وليلة، مش هيبدأ من يوم وليلة. يا أخي لو طلعت بحاجة واحدة بس من السنة الجديدة دي، إن أنت تبتدي إن أنت تنام بدري، إن أنت تبتدي إن أنت تقسم وقتك، إن أنت تبتدي زي ما قلت لك أكبر كنز إن أنت تغربل الصداقة المزيفة دي. أنا دي شايفها إن هي حاجات أنت تشتغل عليها في السنة الجديدة. علاقاتك، حتى لو قريبك على فكرة، حتى لو قريبك تعامله حلو، ترد السلام عليه، توده، ولكن ما تصاحبوش، لأن ربنا سبحانه وتعالى يعني مش هيحاسبك لو انت ما صاحبتوش، بس هيحاسبك لو انت ما صلتش رحم. صلة الرحم هتزوره في المناسبات في الاعياد والكلام ده، هتطمن عليه كل فتره، ولكن مش هيبقى صاحبك، هيبقى الضرر اقل طبعا. شايفه واحده مثلا انت كل يوم بتسهر معاكي، كل يوم كذا، يلا نروح كذا يلا نروح كذا، بس شايفه انه هي غير عاداتك وتقاليدك وغير تفكيرك، بس مش عاوزه تسيبيها، خوفا ان انا ممكن ما اقعد لوحدي ومحدش هيطمن علي، خوفا ان انا ما هصاحبش حد. لا لا لا، الشيطان يعدكم الفقر. كل الكلام ده فما ملوش اي معنى. ربنا سبحانه وتعالى هيعوضك، ربنا سبحانه وتعالى هيعوضك. فالسنه الجديده دي بقول الكلام ده لنفسي اولا، وبتمنى انه الكلام اللي انا بقوله ده ما يطلعش كلام انشا ولا يطلع كلام مزيف، لانه انا بجد من الحاجات اللي انا بحبها وبحاول ان انا انميها في شخصيتي، انه انا دايما اقول الكلام اللي هو بيطلع من القلب. بتكلم في شاشه، بتكلم في الحقيقه، لان يا جماعه اتضح لي انه انت لو على مدار كده حياتك هتدور ان الناس اللي ناجحين في اي حته هتشوف ان هم اللي بكلامهم بيطلع من القلب، لا بيهمه تلفزيون ولا بيهمه يوتيوب ولا بيهمه شاشه، اللي هو بيحسه بيقولوا. والناس مش محتاجين ان انت تمثل ولا ان انت تقول لهم كلام زيفر، اللي انت شايفه قوله، كيف صح قوله، بس كده. فنشتغل على النقاط دي، نبتدي ان احنا نغربل ونغير وعينا في حتة الصداقات، ونبتدي ان احنا نتعرف على ناس جديدة، اشخاص دايم حتى لو بتشوفه في السنة مرة يكفيك. تبتدي ان انت تقسم وقتك، تبتدي ان انت تسمع كلام ابوك وامك. يعني كلام الاب والام يا جماعة من اكتر الاتنين اللي هم عاوزينك. مفيش حد في الدنيا كلها عاوزك تبقى احسن منه غير ابوك وامك. دور كده مش هتلاقي. هما الاتنين اللي بيحبوك حب ليهم مشروع. فقالوا لك ما تمشيش مع فلان، حاضر يا بابا تحت امرك. ما تمشيش مع فلان، حاضر يا ماما حاضر يا بابا. هتلاقي نفسك نجحت. فوق ده كله بقى، العمود بتاع الموضوع ده كله، ان انت تلجأ لربنا في تغيير اي عادة سيئة. يا رب اكون عرفت اقول لكم الفيديو ده، معلش الاضاءة زي ما انتم عارفين، ان شاء الله هتتحل. بقى فترة انا بقول هتتحل. واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.